هو التنمر؟ هو ببساطة لما واحد أو مجموعة بيبقوا عايزين يأذوا حد أو يضغطوا عليه، سواء كانت الأذية دي بالكلام زي الإهانة والشتيمة، أو جسمية زي الضرب، أو اجتماعية زي تجاهل واحد من الفصل واعتباره كأنه مش موجود، أو نفسية زي التحرش أو الاضطهاد، أو إلكترونية زي التنمر عن طريق الأجهزة الإلكترونية زي ال SMS أو الإيميل أو الماسنجر. طيب إزاي نتصرف علشان نوقف التنمر؟ علشان نوقف التنمر لازم ناخد 3 خطوات. الخطوة الأولى يبقى عندنا الرغبة في إننا نوقف التنمر. علشان توقف التنمر أول حاجة أنت محتاجها إنك تكون عايز بجد توقفه، والرغبة دي لازم تكون جاية منك، مفيش حد هيديها لك. الخطوة التانية اتعلم تفهم المتنمر. ساعات المتنمر بيبقى فاكر إن التنمر ليه فايدة، ففي المدارس بيحسوا إن الباقي معجبين بيهم لأنهم قادرين ياخدوا اللي عايزينه ومحدش قادر عليهم. والبعض بيكون نمط شخصيته عدواني ومندفع، وده بيخليه يشترك في التنمر. وفي اللي عنده ضعف في التعاطف مع الناس، علشان كده ما بيحسش بزعل الناس ولا بوجعهم. وفي اللي بيستمتع بخضوع الغير. وفي اللي معجب برموز البلطجة اللي في الأفلام والمسلسلات. وفي أسباب تانية كتير. ولما تفهم المتنمر بيعمل كده ليه، مش هتبقى عايز ترد له عمايله، وهيبقى عندك استعداد أكبر إنك تلاقي طريقة توصل بيها أنت والمتنمر لحل وسط. على الأقل هتفهم اللي عايزه المتنمر، وهتعرف إيه اللي تعمله علشان تحمي نفسك. الخطوة الثالثة اتعلم مهارات سلمية تتعامل بيها مع المتنمر. في طرق كتير تكون فيها كسبان من غير خناق. لما تكون بتتعرض للتنمر غالبا هتكون بتقضي يومك تفكر ازاي تتخانق وتوقف التنمر، لكن ده مش الحل. لكن لما تتعلم مهارات سلمية هتلاقي بقى عندك الثقة، وهتعرف ازاي ما تتخانقش. فكر كده، لما حد يتنمر عليك وانت مش عارف تدافع عن نفسك، ايه اللي بيحصل؟ هل بتقف وتتخانق ولا بتجري وتهرب؟ لو بتعمل حاجة من دول فانت مش لوحدك، كتير بيعملوا كده لانهم خايفين ومش عارفين طريقة تانية. لكن لما تبقى خايف ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي نفسك اتجمدت وجسمك اتوتر وعقلك وقف، وفي الحقيقة ده بيساعد في انك تتأذي. وعلشان تعمل الخطوة اللي اتكلمنا عليها دي، في مهارتين لازم تتعلمهم علشان توقف التنمر. اولا، مهارات الدفاع عن النفس. رياضات الدفاع عن النفس بتدي ثقة بالنفس، ولما تتعلم ازاي تدافع عن نفسك وتبقى عندك ثقة بنفسك هتخليك ما تتخانقش. فالرياضات دي بتعلمك ازاي تدافع وتصد وتزق وتضرب. ولازم تكون فاهم كويس ان المهارات دي علشان تساعدك انك تحس بالامان بدل ما تتوتر، وهتحس ان المتنمر هيبعد قبل ما تستخدمهم، وفي الحالة دي انت بتستخدم دماغك مش ايديك. تاني حاجة، البدائل السلمية. 1. اعمل صداقات. واحد من أسهل الطرق علشان ما تخليش خناقة تحصل إنك تبقى صاحب المتنمر أو بتعامله كويس. فمعظم المتنمرين بيحسوا بالغضب والإهانة، ولما تقرب منهم هتخليهم يحسوا بإحساس أحسن. فلو هما لقوك بتعاملهم كويس هيعاملوك كويس، بس خد بالك هما مش متعودين على كده، فالموضوع ده مش هينفع من أول مرة. 2. استخدم الهزار. ممكن تمنع خناقة بالهزار أو النكتة، لكن خلي بالك ان المتنمر ما يحسش انك بتقل منه او بتتريق عليه، وانه يفهم ان النكتة مش عليه. 3. ابعد. انا عارف انك ممكن تكون حاسس بالغضب او الاحباط، وانك شايف ان من حقك انك تقف وتدافع عن نفسك، لكن هل الخناق هيحل المشكلة؟ كل اللي هيعمله ان حد هيتأذي. انك تبعد حاجة صعبة مفيش كلام، لكن فكر كده لما انت سليم وغيرك سليم، ده مش محتاج قوة إرادة انك ما تتخانقش وتمشي، يعني كده انت الأقوى مش انت الأضعف. 4. وافق المتنمر. معظم الخناقات بتحصل لما حد بيحس بالإهانة، فلو حد طلع عليك اسم علشان يحرجك، فبدل ما تتنرفز وتتخانق وقف كده وبص انت حاسس بإيه من جواك. هل حاسس بالغضب؟ هل حاسس بالرغبة انك تضرب اللي اهانك؟ لو الإجابة أيوة يبقى تعالى نجرب حاجة جديدة. راقب شوية الأحاسيس اللي جواك دي، وخلي بالك منها وهي بتظهر وهي بتختفي، من غير ما تستجيب لها وسيبها كده موجودة. ولما تحس انك هديت، وافق المتنمر. يعني مثلا لو قال عليك أزع قول له ماشي، ما ده حقيقي. انك توافق على كلام المتنمر مش معناها انك اقل من اللي اطول منك، او انك جبان عشان كده مش عايز تتخانق. فلو اللي بيقوله حقيقة يبقى مفيش حاجة تقل منك،
لأن ده خلقة ربنا. أما لو اللي بيقوله مش حقيقة ففي الحالة دي بهدوء يا إما تقول للمتنمر إن اللي بيقول لو مش حقيقي، أو بإنك تبعد وتسيبه. المتنمر عايزك غضبان عشان تتخانق معاه، ولو ما استجبتش لإهانته هتبقى زي النخلة بتغطي للعاصفة لكنها ما بتتكسرش وبترجع تقف تاني من غير ما يجرالها حاجة. 5. ارفض إنك تتخانق. الخناق ما ينفعش يعمله واحد لوحده، فلو انت رفضت تتخانق يبقى منعت المتنمر انه يأذيك. ممكن تكون حاسس انك لازم تقف علشان زمايلك بيتفرجوا او يقولوا عليك جبان، لكن انك تبعد وترفض انك تتخانق بديل احسن من الخناق. 6. وقف المتنمر. قول له بالكلام او لغة الجسد انك مش هتسمح له انه يتنمر عليك. انت ممكن تكون فاكر ان الكلام ده هيخلي المتنمر يتخانق معاك، جايز يحصل، ما تضحكش عليك، بس في الغالب وقوفك في وش المتنمر بيفاجئه ويخليه مستنيك تتخانق، ولما تسيبه تبعد بيهدى ويسكت. لكن خلي بالك كويس، الموضوع ده هينفع بس لو انت والمتنمر لوحدكم، اما لو في حد واقف فده هيخليه فعلا يبقى عايز يتخانق معاك علشان يرد كرامته. 7. التجاهل. ده بديل محتاج حذر، فلما تتجاهل المتنمر وتتعامل كأنه مش موجود ده ممكن ينفع مع بعضهم، لكن البعض التاني ممكن يشعلله زيادة. 8. ما تبقاش لوحدك. أصعب حاجة في الإعدادي والثانوي إنك تبقى لوحدك. اعمل صحوبية حتى لو صاحب واحد بس يكون يعتمد عليه، صاحب يقف معاك، صاحب يسمعك ويساعدك. 9. ما تسكتش. في إحصائية في المدارس الأمريكية لقت إن 22% من البنات و13% من الأولاد اللي تعرضوا للتنمر قالوا لأصحابهم، و5% بس من البنات و19% من الولاد بلغوا المدرسين أو أهاليهم. فما تسكتش، بلغ حد من مدرسينك أو بلغ أهلك وخليهم هم يتصرفوا.